سبب هذه المؤامرة التي أحيكت ضدي ومن وراءها؟ أسألك سيدي رئيس الجمهورية باسمي وباسم الشعب الجزائري، وبما أنك القاضي الأول في البلاد، نكون لك الاحترام والتقدير لأنك رمز من رموز الدولة الجزائرية، وإلى السيد الفريق الأول السعيد شنقريحة لأنه رئيس الأركان ورئيس جميع القيادة العسكرية التي تعتبر حامي الحمى وحامي المواطن الجزائري من كل غبن ومن كل تعد. أقول لقد تلقت مواطنة جزائرية نوع من طريقة خبيثة لإخراجي من مخيمات اللاجئين الصحراويين، والتي كنت حاضرة هناك وقمت بما في وسعي لتحقيق ما أتيت لأجله. بما أنني حقوقية قمت وبدت تدويل القضية الصحراوية أكثر من ما هي عليه، وخاصة ما يتعلق بالمرأة الصحراوية التي تتواجد على الأراضي المحتلة العيون والداخلة، وما تتلقاه من عنف جسدي وتحرش جنسي سواء في الأراضي أو في السجون. هل هذا هو الاعتراف أو العرفان لما قمت به؟ أنا لم آتي هنا لكي أشكر أو أي شيء آخر. نحن نقوم بهذا الشيء ممثلين للدولة الجزائرية بالدرجة الأولى، وممثلين للنسوة بالدرجة الثانية، ومعارضين لكل أنواع العنف والاحتلال الغاشم من المملكة المغربية. أتكلم هنا وأنادي هنا سلطات بلادي وكل حسرة على ما جرى لي، حيث تركت عضوات المنظمة هناك، وقامت إحداهن بمكالمتي البارحة وقلت لها أنا في عمل هنا في تندوف وسأعود إليكن إن شاء الله. قالت أستاذتي الكريمة نحن أتينا معك ونود أن نعود معك وننتظرك في المخيمات لنكمل برنامجنا. ما حصل لي هل يليق بالمرأة الجزائرية؟ هل يليق بمرأة مناضلة وطنية؟